المشروع ديالي مع المغرب وكرة القدم من نهار خلاقيت. انا خلاقيت في واحد العائله رياضيه اللي كنا كنتجمعوا باش نتفرجوا في المقابلات ديال المغرب، المناسبات العالميه كلها. اذا عندنا المنتخب الوطني والعالم المغربي في الدم. بدات غادي نقولوا ثاني الاهتمام ملي ولات عندي امكانيات ولا عندي نقدر نلقى الوقت باش انني نتبع المنتخب الوطني. فكيف ما عرفتي راني كنت مع المنتخب الوطني في سان بيدرو. انجازات اللي دار المنتخب فهي ايجابيه وحنا فرحانين به، واخا ما ديناش الكاس وبقى امل اننا نديو الكاس ان شاء الله للعالم في فرصه ثانيه. وحنا اليوم اوزبكستان فين ما مشى المغرب حنا تابعينه. حنا ما كيهمناش البلد فين غادي تلعب المقابله قد ما كيهمنا المنتخب الوطني ديالنا حنا نتبعوه. مشى حتى لا بلانيت بارس غادي نتبعوه. خاص الرايه المغربيه تكون حاضره، خصوصا في البلدان اللي ما فيهمش الجاليه المغربيه. الا ما هزيناش حنا الرايه شكون غيهزها؟ عرفتي الا ما جيناش حنا الرايه ما غاديش تهز في ليكرادا. يعني هذاك المنتخب مع من غادي يلعب وهو كيحس براسو يتيم بدون المشجعين. فاحنا هذا هو الدور ديالنا، مشجعين للمنتخب الوطني. الرايه ديالنا خاصها تطلع الفوق وخاصها تبان قدام الامم، وكذلك دعم المنتخب الوطني اللي تيعرف مغاربه جايين تابعينه، فكيحس بواحد الثقه وكيحس بواحد الدعم النفسي اللي هو مهم بالنسبه له. فاحنا وراء المنتخب الوطني، وراء المغرب، وراء الملك ديالنا، وراء العالم ديالنا ديما مغرب. لا فرق كبير. كنا مع المنتخب الوطني الاول، كنا مع المنتخب الاولمبي، كنا دابا حنا حاضرين في الفوتسال مع اوزبكستان. فخر كبير بان هذه الجمعيه تخلقات، فخر كبير ليا شخصي وفخر كبير. كنتمنى انا، لان الحمد لله راك شفتوا الحضور الجماهيري كيفاش كان في فرنسا، حتى هو كيفاش عطينا صوره نقيه وشجعنا بطريقه حضاريه وعطينا الصوت زوين. كيف ما كانت حاجه ديال الماتش الاخر هكاك، وكنكونوا في جميع الماتشات. حنا جمعيه ديال جميع المغاربه، حنا هنا باش نساندوا المنتخب الوطني. كما قلت لك راه جينا حتى لاوزبكستان حبا في هذا الفريق وحبا في بلادنا، وكنتمنى ان شاء الله عندنا فيهم الثقه يكون واحد الخير ان شاء الله. ان شاء الله يكون اتصال، لان الفريق ماشي فريق صعيب، والفوتسال ما كتكونش فيه المفاجات. ما بغيتش نقول باش ما نخسرنا ولا شي حاجه، ولكن كنظن انها تتصل ان شاء الله. هذا الاداء خصو يتطور شويه. واقع الماتش ديال البرتغال اللي كان صعيب بزاف باش ناخذوا اما المركز الاول اما المركز الثاني، لانه حتى هو فيه حسابات اخرى. ناخذوا مقابله هذا الماتش كنظن المنتخب المستوى ديالو يربحوا الى لعب بالطريقه ديالو وما كانش رغم الغيابات. كنظن بان غنربحوا ونتصلوا وعندنا الثقه فيهم وديما بغينا.